السلام عليكم. اتكلمنا في فيديوهات سابقة عن إن عملية البيزنس وإدارة الأعمال هي كلها قائمة على مبدأ التبادل، تبادل القيمة وتبادل المنفعة. يعني أنت ببساطة بتدي للناس قيمة في شكل منتج أو خدمة، وهم بيردوا عليك وبيدوا لك قيمة في شكل الفلوس. مفهوم مهم جدا من المفاهيم اللي ظهرت مؤخرا هو مفهوم الكونتنت ماركتينج أو التسويق بالمحتوى. التسويق بالمحتوى ده معناه ايه؟ معناه ببساطة انك انت عشان تاخد من الناس قيمة اكبر اللي هي الفلوس، محتاج تديهم قيمة اكبر شوية من مجرد المنتج او الخدمة المدفوعة اللي انت بتقدمها لهم وبتاخد سعرها كده على قدها. يعني ايه؟ يعني انت النهاردة لما تقول للناس معلومات في مجالك مثلا، تقدم لهم استشارات في الحاجة اللي انت بتفهم فيها، لو حد واجهته مشكلة في مجالك انت تساعده في حلها، تحاول تعلمهم ايه الجديد في مجالك زي ما انا بعمل كده في التسويق. انا بقول لك النهاردة التسويق ده معناه كذا، عناصره كذا، بدأ زمان بكذا ودلوقتي بقى بالشكل الفلاني، وفي مشاكل بيواجهها المسوقين عبارة عن 1 2 3، ودي الحلول بتاعة المشاكل دي. ده كله انا بعمله ليه؟ ده كله انا بعمله عشان افيدك واعلمك وانفعك، وفي نفس الوقت يوم ما انت تحتاج تاخد كورس في التسويق مثلا، الطبيعي ان اول شخص يجي في بالك هو الشخص اللي قاعد بيكلمك طول اليوم وبيقدم لك قيمة وبيقدم لك منفعة. كذلك برضو انت لو بتقدم حاجة في مجال معين، اي مجال واي منتج واي نوع من انواع المشاريع، فاكيد في ناس محتاجة تتعلم اكتر وتفهم اكتر في المجال ده، اكيد في ناس بيواجهها مشاكل في المجال ده. لما انت تحل لهم المشاكل دي وتعلمهم باستمرار، وقت ما يحتاجوا حاجة مدفوعة يدفعوا فيها فلوس، انت هتكون اول شخص بيجي على بالهم. وهو ده التسويق بالمحتوى. هي دي فكرة الكونتنت ماركتينج، ان انت بتقدم قيمة للناس اكبر شوية من مجرد المنتج، فبالتالي هم بالتبادل لما يجوا يدوروا على حد يدوله القيمة اللي هي الفلوس هيفكروا فيك. لو عايز تعرف اكتر عن التسويق، اعمل لايك وشير للفيديو وتابع الصفحة. السلام عليكم.